يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مساكم الله بالخير اخواني الاعزاء. في هذا اليوم المبارك الخميس 10/4/2025. طبعا اليوم عندنا لربما نعتبرها اخر الحلقات مع الاخ العزيز والجار الطيب ابو عباس غني حمود سميه. طبعا ابو عباس من مواليد 1951 1952 العفو. تلة جصان تحديدا. يعني هو باعتبار عجد كريش نقول ابو عباس. ايوه عجد كريش. عجد كريش نعم. وهذا المحور مال. طبعا هي الحلقه هذه انا كنت متلهفلها من زمان. هاي الحلقه هي مثل ما كاتبين بالعنوان عن الحرب العراقيه الايرانيه. واحنا امس طبعا كنا بذكرى شهاده السيد المرجع باقر الصدر، السيد محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى رضوان الله عليهم ولعنه الله على الظالمين لهم. فاليوم ناخذ مواضيع عده مع الاخ العزيز ابو عباس. طبعا هو من القدماء بالجيش. مواضيعنا طبعا العناوين المواضيع هي راح مثل ما نذكرها لكم. طبعا اسباب الحرب العراقيه الايرانيه، صور من المعارك، من ذكريات الجيش، الاصدقاء اللي كانوا موجودين وياه، الشباب المفقودين، ابرز الضباط اللي هو باعتبار كان لانه ابو عباس كان هو يداوم بالقلم، وعن المفقودين والشهداء. يعني مواضيع كثيره. اهلا وسهلا بكم. اهلا ابو عبد الله، حياكم الله ومساكم الله بالخير في هذا اليوم المبارك الخميس. اشكرك ابو عبد الله. حتى نعم يعني بدا السؤال مو اي بدا براحتك. بدا يعني شنو بدت الحرب؟ واضح مو البث. شنو بدت الحرب؟ احنا اليوم موضوعنا عن اسباب الحرب العراقيه الايرانيه. اي شنو اسبابها؟ أسباب طبعا هي بالذات تعريف الحرب هو الحرب. نعم. القتل، نعم، الموت، التشريد من جهتين. من جهه احنا ما نقول صوره عامه هاي. اي هذا نعم. هذا تعريف الحرب. نعم، لانه الحرب مو بناء. نعم، قتل، هي تشريد. صحيح مو بناء. هي مو نعم. هو تعريف الحرب. الموت الشامل، التدمير الشامل. نعم، هاي تعريف الحرب. لا يوجد فيها منتصف. رابح. نعم، لا يوجد فيها رابح سوى الرابح اللي دافع عن وطنه. نعم، واذا انتصر هذا الرابح. والا مثلا مو انا بدون اي بادعاءات كاذبه بدفع من دول الجوار. نعم، باستعدادات الحرب. طبعا العراقيه الايرانيه ومقوماتها موجوده. نعم. مو بس العراق، يعني احنا ما ندبلهم بس على العراق ولا على العراقيين. نعم. مقوماتها موجوده. مثلا احنا ما نريد لا نسب ولا نرحم لمن ساعد صدام حسين على قيام هاي الحرب. نعم. منهم الملك حسين. اول قذيفه مدفع. اول قذيفه مدفع هو اطلقها بشهاده ونظر كل العراقيين وكل. لان هذا هو قلنا احنا التاريخ سجل الامم والشعوب الماضي والحاضر والمستقبل. هذا احنا جايين نسولف على الماضي، لا نتمرجح ولا. واحنا يا ريت لو ما صايرين ذيك الايام احسن وما مشاركين بهاي الحروب. لان هي حروب اولا خاسره، تدمير، خلق اعداء غير الاعداء، خلق حرب جائره ايضا، خلق عدو من صديق. نعم. خلق عدو من صديق. نعم. والا مثلا هسه الجمهوريه الاسلاميه هي ويانا 1100 كيلو اكثر. شنو صاير؟ فجروا من، قتلوا من. مثلا احنا ما لا تعتبر هاي سياسيه، بس هذا تاريخ. بما انه احنا هي تواكبت ويا اعمارنا. انا مواليد 52، يعني بديت بالعسكريه من 1970 ما انتهت الا ل 91. يعني شنو ذنبي؟ بدأت بالسبعينات. انا بالسبعين مكلف بالحدود. نعم. من زمن الشاه. يعني شرطه حدود مكلفين من زمن الشاه. وانذار انذار 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 والخوف وشنو انا ادري شنو. هسه الجمهوريه الاسلاميه مو ضمانه. انا اسمع الكثير يلومون ويعني يتكلمون على بالعكس جاره علاوه على هو تفوقها على العسكري. هي عندها تفوق عسكري. لو تريد تكسحنا باي ساعه تكسحنا، بس ما هو ظهر منها من عداء. هسه حال الوقت الحاضر يظهر من ايران عدائنا. بس هو صار شنو؟ مو هيك. هو بوقت الشاه ما صار بالاخير فرضا يعني ما يصير. لان هو الشاه شرطي الخليج. نعم. ومن راح الشاه
فالغرب وغيرهم رادوا بديله فزاحوا البكر. كنا احنا مسلك بال70 كان البكر احنا ما نرحم ولا نسب لانه زمان احنا شاه ابو ايران يعني اي الشاه كان هو شرط الخليج. نعم. هم مأمنين كانت الغرب مأمن انه عندهم شرطي بالخليج وهو الشاه ساد الثغرات عن كل شيء زين، عن الدول اللي عندها مثل تريد تتحرر، عن الدول اللي تريد على كل. اجى الامام الخميني ما صار احنا بهاي القهوه والله يرحم غازي طاهر احنا قاعدين من نزل الامام الخميني من نزل من الطائره واحتضنوه طيارين الله يرحم الغازي. ولو هسه احنا قال هذا راح يصير بالدنيا، هاي ايران راحت هاي خامس دوله بالعالم بالتسليح، مو غازي اعتبارهم سياسيين يعرفون بهذا الطارئ. نعم. فقال ايش راح يصير بالدنيا؟ احنا بذاك الوقت بعدنا احنا عمرنا نقول 20 سنه او اكثر ما ادري بسنه ال 80 مثل 50 تحسب. فقال هذا ايش راح يصير بالدنيا؟ راح تتخربط الاوضاع، لان قال المعادله راح تنقلب من الشاه الى اعتبارهم ديمقراطيه الايرانيين. نعم. فبدت الحرب بتهيئه. قلنا من الملك حسين اول من اجى يشهدوا لي عند الامير جر المدفع على ايران. بس احنا نريد ناخذ شنو الاسباب هي شنو صاير، شنو على شنو الحرب صارت على شنو؟ قامت الحرب على شنو؟ قائد يعني ما يفتهم. هم خافوا على كراسيهم. دول الخليج احنا بالذات بعد بصراحه العباره دول الخليج قالوا هاي راح تصير هاي جمهوريه اسلاميه يدعون انهم امتدادها، فخلوا في الذكريات بذكر بذهن صدام امريكا واسرائيل طبعا هي هو الغرب كله الغرب. الغرب هو الغرب بحجه الدفاع عن البوابه الشرقيه. يعني هم كانوا معتدين علينا؟ ما معتدين علينا، ما ماخذين اراضينا مثل ما جاي يقولون. هي دول لا ما ماخذين اراضينا، وهي كل دوله يقول شلونها مثل اهلنا يا جاري انت بدارك وانا بداري. نعم. لا اعتداء لا من عندنا. هسه احنا نحكي بصراحه بالاول لا من عندنا ولا من عندهم. جيران كل حدود مرسومه وبها دكات مراقبه، ومو مراقبه هاي التصوير دكات يعني حدود مرسومه الحدود. هي وقتها اكو امم متحده اكو هي بوقت الملكيه الحدود واضحه مرسومه. نعم. وهي مخافر بما انه مثلا احنا انا قلت لك انا مكلفيتي عراقيين يطبون على ايران، ايرانيين يجون العراق. مكلفيتي بالحدود. نعم. هاي الحدود من المعلى للطيب هي احنا هاي. فاحنا الجهتين هم بمخفر كاظين مراقب شو اسمه المرقب يعني هذا ما كنا ضمور. واحنا نفس الشيء يعني تكرم اذا دخل حيوان يصير شوف المفاوضات عليه ماكو اعتداء، ما حد يعتدي ولا له حق. بس قلت لك هم بدلوا بعد رادوا يقوموا الحرب دول الخليج ملك حسين الغرب وصلنا للبكر ما البكر يعني. عزوا البكر بحجه واخرى. فبدات بدات صفحه الحروب. نعم. بدات الخطابات الرمنانه مال ابو هدله مدرك هدله والمسدس بالصفحه ونريد جسر طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى. هاي الذريعه اللي لا لها الامارات على اساس لا لها صحه. ولا الايرانيين بعتهم دوله فتيه، بعتهم توهيب بعد ما لا بانين جيش ب 79 لا بانين جيش ولا بان بعث يعني دوله فتيه. والشعب تو بدايه فرحته متخلص من كابوس الشاه، وبدت رحمه الجمهوريه الاسلاميه. هي بذاك الوقت هسه احنا بذاك الوقت بدات الحياه الجديده. والا صدام شيت عليهم بجيوشه من قصر شيرين. انا ما وصل قصر شيرين بس الناس تقول اللي شاركوا بقصر شيرين كله بالبصره. اول من اطلق النار احنا قلت لك اول واحد ملك حسين. نعم. ملك حسين موثقه يعني وموجوده. احنا بدينا بيها وشيتنا على مدنهم، شيتنا على مهران. والله صفحه احنا مهران هاي اليمنى قصر شيرين يقال انه ثاني طابق بشجر برتقال، ثاني طابق بالبنايه بالبيت بشجر قصر شيرين. يعني ما ادري المدينه الجميله ما ادري ما خلاص احنا لا نعرف بالايراني ولا بثقافه. واحد يقول هذا فرس، لا احنا عرب ولاد عرب. يقول ثاني قاط بشجر برتقال وشيت يعني الطابوق كله صار ملاجئ مال قصر شيرين. زين المحمره وش قد اكلت هاي والله انا شاهد على الزمان. اكلت يعني اكلت ثلث الجيش العراقي هو قضاء
هم شيت عليها. إيه. شنو هسه احنا نريد تذكر لنا مشاهداتك بالجيش، يعني هسه احنا كاتبين السؤال الثاني هو صور من المعارك. صور المعركه. نعم، انت بيا معارك شاركت؟ واحنا بعد هاي مال شرق البصره وتاج المعارك وذني احنا بصفه اقلام. يعني هم راحوا العراقيين، راحوا اغلب العراقيين راحوا بالحرب هم مجبورين، يعني مجبرين بما انه احنا مثلا الوحده كنت فيها اغلبهم احتياط. وهذا عذر يعني؟ هذا مال الحرب مال المجبرين عذر؟ اي عذر. يعني طلعوا ضد الامام الحسين عليه السلام، يعني يقول احنا مجبورين. مو ذيك، مو هاي ذيك، يعني هذاك عذر يعني. ذيك تختلف. هسه هذا الوقت انا لو فريت انا عندي عائله، انا شهر اذا فريت انا موظف واغلبنا موظفين. شهر اذا ما جيت، مو مثل الفلاح او الانسان القطاع الخاص، احنا نقول الموظفين، نحكي عن الموظفين واللي يسمعني هم الموظفين. كل شهر يردون منك تأييد استمرار بالخدمه، انه للدائره. اذا شهر ما جبته الدائره تجي تسال عليك بيتك، يقول لك شو ما اجى خبرات، فليش ما جاب لنا؟ فاحنا هذا عذرنا، احنا ماكو موظفين. نعم. احنا هذا عذرنا، كل شهر تجيب استمرار بالخدمه لتثبيت موقف انه انت تداوم. نعم. ولا شهر اذا ما جبت، وانا بالقلم حتى لو اريد مثلا ازور، مثلا اقدر ازور مثلا 10 سنوات. الحرب هي طولت 8 سنوات. زين احنا مربوطين بعوائل باطفال. ولا قاطعك بس قاطعك، يعني مرتبطين بعوائل. طبعا تحياتنا للاخوه الاعزاء، الماستر الموسيقار الكبير المهندس الصوت من بيت يبرو الشراد الجصاني منتظر الزبيدي، الله يحفظه. تحياتنا وتقديرنا له. هواي ساهم ويانا باعمال، اخرها هي ويبقى العراق. طبعا هي في نشيد ان شاء الله يكون خالد وبميزان حسناتهم. شكرا جزيلا لكم. تحياتنا للاخ العزيز عباس البياتي، واعتقد ويانا مهند حسين. تحياتنا وتقديرنا لكم. نعم. تخافون على عوائلكم قلنا؟ طبعا نخاف. نعم. مهددين. نعم. قلت لك احنا يعني شهر لما تجيب كتاب استمرار بالخدمه. نعم. راتب طابي طبه، والله بيد الله العيشه. بس لكن قصدي انتم رحتوا مجبورين يعني. طبعا احنا جيش احتياط، وهذا اسولفك على المجبرين. نعم. من خلصت الصور من يمك. من خلصت المكلفيه، بعدين دعونا للشمال، هي بس طلاب قبل القادسيه. قلت لك انا 67 صفحه بدفتري، فيجي واحد جصان يقراها كلها، التحق للخدمه لفلان مدرسه قتال. انا مشارككم ب5 6 مدارس قتال، نقل لفلان فوج، رجع لفلان لواء. يعني 67 صفحه. 67 صفحه. اخر شيء مال شهر، ما احنا شوي قمنا نطفر، شهر كتب، قال وين اكتب؟ من استراحه تجنيد بدره. قلت له اكتب بالجلاد مال الدفتر، اكتب بالجلاد مال الدفتر. فانت احنا صرنا وكانه احنا زرع مال الحرب. احنا الخمسينات كانه يا ريت امهاتنا ما ولدتنا، يعني احنا كانه زرع مال الحرب. احنا صرنا زرع مال وبدا الحصاد بينا. انتهى الحصاد، بقينا هسه لو تعد 52 لو اعدد لك يعني. نعم. احنا لبسنا من تجنيد بدره مو كوستر، كان مرسيدس، و 18 ركبه اعتقد 2. نرجعنا نسرح يعني بقد عدد الاصابع باقيين. بعدد الاصابع على سنه. لو المجال هو يعدد لك بالاسم. على كل هسه احنا ندخل بالموضوع. الحروب شاركتوا بها ابو عباس؟ صور من المعارك. صور المعارك يعني الحروب شاركتوا بها. وهناك فليسمعني من يسمع. احنا البث مفتوح. البث مفتوح يسمع. نعم. وانا اسلم على اصدقائي اللي خدموا بلواء 120. نعم. شرق البصره. هسه احنا هم بعض الامر راح يعرض بعض الصور ان شاء الله. بلواء 120. اذا عندهم احفاد، اذا عندهم اقارب، وهم يتكلمون وهم يخلي يتراسلوا لي جصان. واللي عنده سؤال بخصوص مال الحرب شاركنا بآراء. احنا راينا هذا التضليل وانتم هسه الكثير من هذا الجيل، هذا شو اسمه الجيل الجميل، هذا يشوف الطبلة والموسيقى وطالع لك يا عدو طالع وما ادري شلون. هاي الشعارات حسبالها احنا كنا بالنساء، حسبالها احنا كنا بالتراب، بالضيم، بالخوف، بالوسخ، بالكل شيء ما يخدم الانسان. ومع الاسف الشديد هسه الاجيال هسه انا عندي من المعلمين هم راح نطلع من الموضوع،
يطلعون مظاهرات يردون حقوقهم. لا عاد احنا بذاك الوقت شنو ما عندنا، احنا مو انسان، ما عندنا حقوق. هلبت واحد طالب بحقوقنا. التوسعي والله العظيم هي يكفي انه هسه خلف الله على ابو عبد الله، هي اعتقد هسه زمن الحريه. انا رجال متقاعد، هم لا ادور لا مرشح ولا رجال متقاعد، خدمت الدوله 50 سنه ولا احمد الدوله ولا انا مصرف، بس احمد انا شلون هم نقولها كلمه اوبوزيت اوف بالانجليزي انا حافظها شويه. نعم. الفرق بين الماضي وبين الحاضر، بين الانسان الماضي اشعانه والشاف، وهذا الانسان هسه شاف هذا. واحنا موضوعنا متداخل على الحروب. نعم على الحروب. انا كنت صاحب تنكر في يوم طبت ابو عبد الله، والموضوع لانه على الحروب ما يكفي ساعه ولا ساعتين. طبت بهاي الطريق بدره القلعه، قياده قوات الحدود، ما ادري المنطقه يسموها الرابعه السابعه، اساعدت مرات درب عندي وقت. فهم اخواننا ادبوا في الدرب زايد لهم، لان صاحبهم مرات لو عاطل التنكر، فقالوا لي يابا اذكر ايامك، الطوني اشبه بالقصعه. قالوا ناخذك اذكر ايام العسكريه، الله يذكره بالخير سيد ملاء الحي. الطوني قصعه مو قصعه صينيه بها 5 خانات، طبقت على قطعه من الموز، قطعه من البرتقال، فخ الدجاج. انا سمعت يقول من كان هم بطنه ما عليه مثل ما يخرج منها. بس لا، هذا اوبوزيت اوف. الفرق بين قبل وبين هسه وبين قبل 4 اشكال مرقه. قلت لهم يا ابا عامي خل اقول لكم، هاي النعمه خاف تنقلب، لا تنتهي من عندنا. هاي النعمه لا شايفيها لا الاوائل ولا الاواخر، بس هاي النعمه اعتقدوا بالله. يمكن قادر في الثالث الخابصين بالدنيا ماهر عبد الرشيد ما ماكل هذا الاكل حتى قطعي. قلت لهم ماهر عبد الرشيد ما ماكل هذا الاكل مالكم. هذا فرق. هسه احنا لا تقولون غني حمد الحكومه، احنا جايين نسولف عن وقت وعن تاريخ. كل وقت الى ظروف. راح اعطيكم ختانه في يوم ايام تعرفون جو البصره. نعم. حار بس انت ما قلت ان احنا نريد ناخذ بتسلسل حسب الاسئله. يعني قلت لك كم معركه شاركتوا انتم؟ هي كل المعارك بعد احنا. يعني انت وين كنت بالضبط؟ يعني بالكشك، بغزيل، شرق البصره، مجنون. ظلتوا ثابتين ومتحركين؟ لا مو احنا كل ساعه يحيلونا على فرقه. نعم. احنا قاطعنا هو شرق البصره. انت كنت بالقلم ابو عباس؟ انا بالقلم. بس شنو القلم؟ عرض الصوره هو بس اسم قلم. نعم. انا بعد على الايرانيين كيلو، وياي بالقلم ماتوا 4 5 من زملائي بالقلم ماتوا 4 5. وياي معتمد ورايا اكو 40 كيلو المرحوم كاظم حنيو، يسمع من بيت بسبيحه. نعم. كاظم حنيو صديقي وعزيزي، وكان مصيبه صارت من وراء على كلنا من جبناه وخلاه، فوراي ب 40 كيلو. احنا بالمتقدم، بس اسم اقلام ما نحمل بندقيه. نعم. احنا اصل لانه شاء القدر انه صنفنا كتبه، نقبل ما نقبل اداره، بعد اداره ما الجيش هي مدرسه الشؤون الاداريه اللي يعرف تخرج كتبه وتوزع على الوحدات. وبعد انا من ضمن من هاي العراقيين اللي طلعت بلواء المشاة 120. احنا نشوفكم قسم من الصور. طبعا هي الصوره طبعا مثل ما جاي يشوفون اخواني 5/5/1976. هذا وقت، هاي بال76. هذا هاي قبل الصوره بال76. شباب من جصان، تاريخها موجود. شباب من جصان ما جاي يشوفون علي يعقوب ذكرى كلهم منهم بالقادسيه. نعم. الاصدقاء. هاي بال76 5/5/76. اي عندنا هذه 82. هذا واحد هاي بال82 مال صور ابو عباس. واحد من الثوره من الموصل. نعم. عندنا هاي الصوره ايضا بال82. ابو عباس سولف لنا، كمل سؤال صور من المعارك. نعم اخواني هاي شوف، هاي بال83. هاي بال83. كم لنا ابو عباس؟ هناك يا طبعا كل المعارك خاسره، لكن الاعلام يضلل، الاعلام يكذب بذاك الوقت. نعم. الافواه مكتومه، لا حد لا يمنع منعا باتا التحدث واللقاء باي صحيفه، اي
اي صحيفه مهما كان، حتى لو كان امر فوج، نعم. امر لواء، يمنع عليه منعا باتا. ممنوع يصرح. ممنوع. نعم. انا مسلم برقيه، يمنع منعا باتا التحدث باي صحيفه باي قناه حتى بجازتك، ويعاقب المقصر. فالحمد لله وشكر. شوف هسه الاعلام، هاي كانت صور مضمومه، انا شفت هاي صور رامها، لان احنا قديمه شباب بال 83 83 بعدنا احنا تونا جينا لحد حياه 76 ايضا موجودات. نعم. فمن ضمن اكادي قلت لك احنا تحدث لكم على هاي مال المنطقه الوسطى، الحدود اللي بطريق بدره، وتحدث لكم عن اكلهم. احد الايام احنا قلت لك بالبصره جو حار، فدائما بس احنا جاي ناخذ ذكريات الجيش. هاي ذكريات الجيش، هاي ذكريات الجيش. هاي ذكريات الجيش. فجابوا لبن، انا شوي معدتي لان اعرف ماي مالح وحار تتخربط عندك، والتمن كله رمل، والمرقه ما ادري شنو. هو انتم يا حاله قاعدين بالملاجئ. هي وتشوف هي الملاجئ. هاي احنا هاي قلم، هاي طلع لكم ترى مو وضع، هاي قلم، يعني هذا قلم الوحده. هذا قلم الوحده انا شفته بالملاجئ يصير. هو قلم الوحده، وهذا ملجأ، هذا ملجأ حد رجع. هي هاي كان محني الله يرحمه وسقطت عليه. على كل، فقالوا جايين شوي اللبن زين للمعده، فقلت خل اروح. هي الساعه 1100، يعني الساعه 1100 ساعه اللي يعرفوا الساعه العسكريه بالوحده 11 الصبح، 11 يعني بين 11 الساعه 11 الظهر. والله انا كان ببالي لا هي مو احنا كنا حافظين 1100 و1200. انا ما اطلع. نعم. انا ما اطلع، ما شو اسوي اطلع. بس قلت لك يعني المعده متخربطه، وقالوا جابوا روبه، قلت اروح اجيب لي كاسه روبه على الاكاذيب. احنا مو قصدنا لا الروبه ولا، بس اسولف على الاكاذيب. انا وصلت طبعا هي يسموها الارزاق، هي الروبه والما ذبوهن بنص الفوج جاي يوزعون بهن. انا تقريبا ارد اوصل، والا اسمع والله العظيم، اسمع الراجمه من تنطلق مسموع صوتها. هو كان خطا من على كل من الجنود ومن الضباط، لان كانوا مجازين ملتحقين، وقلت لك وجبه من المجازين ملتحقين، والارزاق جايه، والتانكر جاي، وصاير مقر الفوج. فانا بس طلعت من اللجأ خفت، قلت هسه مو طالع، بس قلت خل اجيب لبن، والا اسمع بعد الراجم، مو راجمتين ضربا رقم فيه، مو من امامنا، لا. الايرانيين كانوا من يرمون حتى لا ترصد الراجمه، مو من كل وحده، لان كل وحده قبل اكو رصد يرصدها، يضربون من الجوانب. يعني صار رقم فيه، نقطه الفي صارت مرتكزه وين؟ بنصنا رقم الفي، مو من ذاك يضربوا منا. فاول ما ضربوا منطقه الصواريخ يمكم صار. احنا هاي مو اكو مرات انا والله العظيم 5 سنتيمات عليها القذيفه تطيح. اكو ايام احنا ما ذكرنا مع الهاون ما هاون، بس لا هاي اللي هاي راجمه صار. راجمه يعني راجمه 8 ذول امامي يمي 8 كوم لحم صاروا مكانهم. مو معركه، هاي مو معركه 8. فبالليل من قرا البيان، فليش يقول لك تضليل وكذب وخديعه؟ قال شهيد الكافه. طبعا احنا عبر موقف من شهداء. احنا بالقلم، احنا كلتنا احتياط وصنفنا. شلون يقولوا لك تكتب الموقف مالك؟ احنا بعد موجودين، يعني قصدي الضابط يجي لك يكتب. هو بعد احنا بعد الشمره اخذناها. يعني هم اقول لك يمكن ايش كتبتوا بها 8 اللي طلعوا؟ واحنا عندنا مثل موقف من ضمنها الجرحى. حسب الموقف شو كتبتوا انتم؟ احنا عندنا مثل موقف الجرحى، الاسرى، ما ادري شنو، اكو مواقف، القذائف الساقطه اللي عرضوا العسكريه، الشهداء. شهيد واحد. زين هم 8، احنا ظلينا واحد واعوا الوجه الاخ، واحد من ضمنهم. هسه هاي موجوده موجوده. هسه هاي مال اسرائيل. شابعين كفقات ويقولون ماكو جرحى، شهيد واحد، ماكو احد، شهيد واحد. نعم. صديقي هسه يجوز يذكرني، انا جاي ترى سوريا، صالح مهدي صبار الغانمي. باعوا لي، هم ذولا اهل الفرات، عندهم حسكه، عندهم شعير. قال لي ابو عباس احنا كلتنا احتياط، ماكو فلان، كله ابو فلان وفلان، كلتنا احتياط وكلتنا مخلفين. قال لي باعوا علي، قال لي خيعون الميت بقماطه، خيعون الميت بقماطه. كل واحد من جهل ومات وما شاف هذا الكذب وهذه
القضايا. وهسه موجود هم بالوقت الحاضر بالاعلام الكذب إيه والاكاذيب هسه موجوده. اقول لك من ضمن الكذب اي شيء اكثر جاي نشوفه بالانترنت هو اكاذيب، يعني ماكو، نادر ما تحصل لك خبر صحيح. معركه مجنون. اي معركه مجنون يعني كان شتاء شهر 12. ما جاي تذكر ان القاده كانوا منو هو على وحداتكم العسكريه؟ يعني تريد القاده، يعني انتم بمعركه مجنون منو قائدكم؟ مو احنا كل ساعه ضابط منو؟ مو احنا قلت لك عده فرق، المواقف اللي شفتوها احنا عده فرق، احنا الويتنا تسمى الويه حدود. بس هي بس الويه حدود، شوف استعداداتها اكثر من الجيش، استعداداتها اكثر من الجيش. فاحنا كل ساعه مو صدام ينام بالفرق وتجي معلومات مثل الايرانيين. نعم. هاي الفرقه كابل القاطع، فهو شو يسوي؟ بس يرحلون الفرقه الالويه ضد نفسها. مثلا احنا اشتغلنا ويا الثالثه، الفرقه الثالثه قوات صلاح الدين. والله فتره قوات بريء الحسين منهم، قوات الحسين فرقه اعتقد 31 هي. وشلون يسمي تسميات؟ قوات الحسين. قوات الحسين اللي صاروخ العباس. هسه هو الخادم ذني يسمعني صدام يسمي صاروخ العباس. اي فرقه صاروخ الحسين ويطلقه على ايران يعني. لا هاي فرقه الحسين، قوات الحسين. احنا فرقتنا. اقول لك شلون اسماء يختار يعني. شوف قوات فرقه 14 قوات الحمزه. قوات الحمزه اللي بالفاو شركه، هاي هم يراد لها حديث هواي طويل وعريض. بس هو الوقت محصور لا ما محصور الوقت، مفتوح عندك. ما عندنا شيء. فقوات الحمزه شاركنا بالفاو 11 شهر وما يسحبونا. ما يسحبونا الوحده الا تنتهي 120 لواء بورقه وقلم كلهن انتهى. اللي يشرد شو يسوي لابو عباس؟ هو اللي يشرد، مو اكو قلت لك هذا مثلا مدبرها مثل اهله. لا يعني قصدي اعدام. اكو لجنه اعدامات صايره ورا من ضمن حديثك على هذا سؤالك. احنا بشرق البصره هي 4 شوارع تعاوني. شلون ساحه تعاوني؟ متوزع على مربعات. هذا الا هم اللي بالاقلام يعرفون، مشتغل بالحركات يعرفوا، يلا غير جندي المشاة خطيه ما يدري بني ايش خبر، ايش ما ادري. ما بس احنا جاي معلومات بعدها انا اعرف بيها. 4 شوارع تعاونيه. نعم. ثالث بها خطوط. كان صدام يتامل يعني تنتهي كل الدنيا 4 سواتر. نعم. يروح هذا ساتير يجي ساتر ذاك ويجيب دنيا، يجيب من قاموا يجيبوا من المرور ومن النجده ويجيبوا لنا جيش شعبي شياب. بس الخط الثالث منه فليسمع الجميع. نعم. من اليمن، يمنيين. وطبعا ما حد يدري، هم بالين اكو ناس ذول لجنه اعدامات. لا، اليمنيين لجنه اعدامات. فليسمع اليمنيين من يمنيين بحجه جيش شعبي منهم. بس هم ما يخلون واحد بعد صارت معركه لا حد يطب ولا حد يطلع. يعني اكو يعني شاركوا من غير دول. يمنيين احنا بشرق البصره ويانا يمنيين ووحدهم عندهم ساتر كاظي وفتحه، وهي بعد لازم تجي منها. انا اول بعد هي الباقي اسلاك. ابو عباس متاكد من هذا الخبر؟ يمنيين انا متاكد. انا هو ايش عجب احنا جيشنا يعني ايش عجب محتاج. مو هي 1100 كيلو. انت تدري بس اللي اعدمهم صدام اغلبهم من العسكر. ومنو ما جندي، منو ما جيش شعبي، 500,000 عراقي اللي اعدمهم صدام. وقاموا يجون المصريين يشتغلون بالعراق. ما عندنا حد بالجيش شغله. يعني اخر شيء جابوا لنا من كربلاء. هو موضوعنا متشعب وهواي يراد ل 1000 حلق يلا يسد. بس احنا عبالنا تذكر لنا قصص من المعركه. خلينا ناخذ اتصال او خلينا ناخذ اتصال اول شيء. مجنون يوما ما مال المجنون. قل لي مال المجنون. لا مو على مال المجنون. ناخذ اتصال ويا ان شاء الله. يا ريت بس ما اعتقد يعني هو ظاهر ما موجود. السلام عليكم. طبعا انت بالبث المباشر منتظر الزبيدي من بيت يبر الشراد. سلمنا عليكم. الله يسلمك حبيبي وعبد الله. طبعا ويانا تحياتنا لك وتقديرنا لك. ويانا انت بالبث هسه. وحامد طبعا هنا الاخ غني حمود سميه. هو طبعا حامد راح يسولف لك شويه هو عن بيت يبر الشراد في الموضوع يعني، ولا مو موضوعنا لكن هو حامد من جيلي من مواليد 52 الله يرحمه. حامد ايوه. انا هو ابن منو؟ انت ابن منو يقول لك؟ انا من بيت واشي. وان شاء الله مواشي وستار شرطي ابو نوري. وبعد هم
هم اي عبد الرضا ابو علي. احسنت. تريد بعد احلك هاي الرادة ذكرتهم وانا وين كانوا يقعدون بجصان هنا منطقتهم بجصان وين كان؟ بيت عبد الرضا وين بيت جعفر موسى؟ عبد الرضا ابو علي وابو نعم وذاك الله يعني كانوا بالتله كانوا يقعدون بالتله انتم يعني لا مو هم بيت عبد الرضا بيت عمه كانوا بالتله. نعم والدتي من بيت عبد الرضا. والدتك بنت علي اخت علي يا من هي؟ بنت عبد الرضا. وان شاء الله اي بعد اتطحت بيد ابو عباس. هو ترى وين قعدوا النوب؟ نعم. بيت حج شهيد عبد قاعد بشارع بعد ذكريش هو قاعد بعد النوب بيت حج شهيد اخذوا مدرادو وعبد الرضا اشترى هذا البيت يم بيت قبل بيت حسن عبيد يم بيت جعفر موسى. طبعا طلعت من عجدنا بعد شلون لعن ابو عبد الله اللي ولكم. طبعا احنا بالبث المباشر شكرناك دي الساعه ونشكرك مجددا على جهودك اللي بذلتها ويانا بالاناشيد واخرها هي ويبقى العراق. وشكرا جزيلا لك وتحياتنا لك عباس والكادر مالكم. هو حامد يسلمون عليك الولد ان شاء الله حياكم الله وان شاء الله. لا بالبث انا اقول لك عود مو تنسى عود الموسيقى دزها وكمل لنا ذني البقى مال جصان. وحامد من مواليدي بالمكلفيه سوا احنا خدمنا بالحدود. نعم انا وحامد. احنا موضوع الحلقه مالتنا اليوم على الحرب العراقيه الايرانيه مع الاخ العزيز ابو عباس. شفتكم. اي والله ان شاء الله. شكرا جزيلا ممنون. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا حياكم الله. ممنون. اشوفك بخير ان شاء الله. ممنون. مع السلامه. نعم ابو عباس كمل لنا خلينا نكمل الموضوع مالنا. طبعا هاي مداخله اجت انت قلت يا معارك اشتركت وياي. نعم. احد المعارك مجنون طبعا شهر 12 هو كله غمث ما يقول لك انت وين. نعم تعال عامر اقعد يمنا شوي. انا ذكرت اليوم عندك بس اقعد يمنا تعال. نعم كمل ابو عباس. المعاناه شفتوها بالجيش. هو اخوان اقول لك المعاناه. نعم. هي احد المعارك مال مجنون. مجنون عامر هم شايفها. سده ترابيه. سده ترابيه. وشنو مجنون؟ منطقه مجنون. انا ما سامع مجنون والايرانيين. نعم. الايرانيين هوسوا. من ماكو مما اخذوا قسم منها. هوسوا. مجنون يريد مجنون يعني صدام مجنون. مجنون يريد مجنون. هاي الايرانيين يهوسوا عربستانيين. هم هوازين على اعتبار هم جندوا منك. هم شلون مو الهوازين هم اشتركوا بالحرب. البسيج هم البسيج. يعني البسيج هم قسم منهم من الاهوازي. لا هو يعني عرب هم يهوسون بالقنوات احنا نسمع بالاذاعتهم تصنف ماكو. مجنون يريد مجنون يريد فمجنون. قلت لك احنا شهر 12 كانت الدنيا بارده وبس سدوا منا المي. هي هو نهر بحيره نهر مجنون. شو يسموها هور مجنون. يتصل بايران ويرجع. فهذا بعدين هي سووا السده. جابوا قلبيات كويتيه. ليش اقول لك كويتيه؟ وسواق سعوديين وسواق كويتيين وسواق سودانيين. انا شفت سائق سوداني طايره ايده يبكي بالسيطره. قلت له جايبك. سودانيين شفتهم هنا بالعراق كانوا يشتغلون سواق تريلات. نعم. تريلات قلب. احنا قبل ما عندنا تريلا قلابي فهم تريلات كويتيه. هسه الكويتيين انتوا اللي طغيتوا صدام انتوا فلوسكم وانتوا تريلات كويتيه حتى رقمها كويتي وسخرتوا اموالكم في سبيل مو هسه الكويتيين انتوا هسه تصريح خطير من عندك. هاي قلابيات كويتيات وارقام كويتيه والسايق سوداني منا طايره ايده ولا فيها صايره الكبرها قدام. قلت له تجابك ما حد. قلت له تجابك. احنا تجابك بعد شاب يمكن سوداني على كل احنا هم قمنا نطلع على هي الحرب. هي 10 سنين. فاحنا حتى بحديثنا مرات نعم يشعب. بس احنا احنا خذينا باعتبار صور من المعارك هسه وياك. هسه المجنون. اصدقائك كانوا بالجيش يعني. كم نكمل مجنون. يلا كمل فقالوا انتم هذا هدفكم. كابينات شركه النفط بها الايرانيين احتلوها الايرانيين. البرقيه تقول احنا هي الدنيا ظلمه وشتاء وبرد وانتم لا متعشي لا على كل. بعثوا يخلون مو سيارات فد مسافه بقى ترجل الى جينا استقرينا بكابينات. ثاني توي قاصفه طائراتنا غير طائراتهم بعمال سودانيين مدري هاي بعتهم ولا
ظلماوي احنا نلمس بالكابينات، احنا نتلمس. احنا قلنا يمكن هاي اعتقد خيام، اعتقد هاي شني ما نقدر على القضاء قناصين اضافات على البشريه اللي قاعد هم ينتظرون شنو؟ ما تقدر تحكي، ما تقدر شيء كلها شايف الحمام من يحط على بس شنو هاي يعني هسه هم جاي يروحون يذبون العالم روحه بتهلكه. مو جاي اقول لك هسه احنا هذا الجيل والله العظيم خليه يستحمد ربه، يستحمد ربه ما يطب في هيك حروب. يعني هسه حرب الا الله الا وهي الحرب الشريفه اللي افتى بها الامام السيد علي السيستاني، هاي حرب شريفه يا ريت احنا لو مثل هاي والله العظيم يا ريت وميتين هيك فتوى، بس احنا تعال مجبر ويذبك فد كابينات الموت ولا نتلمس. الله كان حرب باطله، وحرب انت ما قانع بيها. اي ما قانع بيها، انت ما قانع بيها. شاف واحد يشربك سم، شلون جرعه السم يشربك سم، يقول له والله يشربك سم بالقوه، يعني بلعونه السم تجي. قلت لك احنا حسباننا خيم بالكابينات، تلمس شنو السالفه هاي؟ ها؟ ما نقدر على ضوء، لانه قلت لك الضفادع البشريه غاد انتم قلت قريبين علينا. الضفادع البشريه بقيت تقول الضفادع البشريه محيطين بالكابينات، مو بس جابوا احنا وين تولي؟ منا تقريبا من 30 كيلو قد يطببونا لسان عجير ذا ما ادري. على كل والا ابو عباس قلنا حمد الضباط تريد يعني اصدقائك بالجيش كانوا خصوصا من الغربيه. اي من الغربيه والله انا ضباط مراتب يعني لحد الان اتراسل وياهم. نعم. القسم منهم وافته المنيه توفى، والقسم سلامي عليهم احياء، من ضمنهم هذا واحد على الموبايل على مود اي من ضمنهم الانسان الشريف العفيف اصبح قائد شرطه الانبار. هدي براسه بس ويعذرني من التقصير، هالفتره ما نتراسل. انا قائد شرطه الانبار صار كان وياك بالجيش قبل. هادي زريج هو مساعد بس. هادي زريج لا هو حميد تركي الشوكه. حميد تركي الشوكه من اشهر شيوخ الانبار. حميد تركي الشوكه ابو عاصم والله العظيم. تحياتنا للانبار واللي سمعه ابو حميد عباس تركي الشوكه ونقل تحياتي الى اي والله الى والابو عساف هو اعتقد العشيره سامع. صار عندنا نسيان. ابو عساف هو كان نقيب المساعد. نعم. بس هو يحب اهل الجنوب بصريح العباره. احنا قلنا احنا هذا تاريخ لا جاي نحمد. احكي ابو عباس شيء هو كيفك يحب اهل الجنوب. يعني ما فد يوم انا والمرحوم هم حمد احنا كنا بالقلم، حمد من الرمادي من عصيبه، وانا ما فد يوم فرق بيناتنا، ولا احنا لا تعتبر الكثير من الناس يعتبر هي حرب عنصريه. لا، اللي ظلموا اهل الغربيه هم ظلموا ويانا. نعم. ماتوا ويانا، ماتوا ومع العلم مثلا سو نقيب حميد هو في اليوم انا الشاقه وياه، لان هو مساعد. الفتره قلت قايل 8 سنوات اقول له نقيب من اهل الرمادي وعريف من اهل الجصان من اهل الكوت، يمد ايده على رتبه يقول لي غني تريدني انزعها واتلفها؟ قال لي انا كنت ضابط مرور انا سجارني لي هنا، انا لو اطيح بيدي هسه ارجع فلاح ولا ابقى فحتى الناس الغربيين يعني هم متورطوا هم الغربيين. ترى الانسان ماكو انسان يحب الضيم، ماكو انسان يحب الضيم، ترى ماكو انسان يحب. هم شافوا حرب عبثيه يعني ما لها ما صار القذيفه كانت من تجي تعرف غني من الكوت وهذا من الرمادي. والله اكو ما اسجل لك لو جايبها قذيفه طاحت بنصنا وحمد يمكن شبر. يظل كل يوم يجي يقول له سالوا كان 2 ناس بالاعلام لفونا. فمن ضمن الضباط. نعم. من الصوير الامر كنت بالقلم كلهم تعرفهم دول شلون لا اعد لك حتى المسيحيين مو 8 سنوات. قلت لك انه شاء القدر احنا مو هم ميتين علينا وشغلونا بالقلم، بس احنا صنفنا كتبه مدرسه الشؤون الاداريه. فانت بعد غصبا عليك شغلك بالقلم تقول لا وشوي القلم احسن اهون من صح يا الوت مشاهد. تحياتنا للمتابعين. الاخ حمزه رحيم الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه بياتي عباس الله يحفظك. ملا طبعا الملا بالنسبه للسيد رائد الهماشي الله يحفظه. يعني موضوعنا احنا عن الحرب العراقيه الايرانيه، فما اعرف ابو عباس
يعني هو يسأل عن العلوية اللي بصف الحسينية، يقول يعني يرجع عمدة. نسبها. نعم والله هي علوية. إذا كانت هي من العلويات هي يعني. مولانا هي علوية. نعم. إذا 4 تظهر للرسول، وإذا ألف ظهر تعتبر علوية. يعني سماحة السيد السيستاني كم ظهر يا الله يوصل للرسول؟ مو مثلا او الشهيد الاول والشهيد الشهيد الاول والشهيد الثاني. نعم. محمد باقر الصدر. نعم. محمد باقر الحكيم. نعم. محمد صادق الصدر. يعني هم ايش قد يا الله يوصل. هو ظهر بس هم يعني التاريخ مالها يعني اعتقد هو تاريخ ما انكتب تاريخ، بس هي علويه، يكفي انه علويه. هي علويه، هي من علويه. نرجع الموضوع من ابناء رسول الله. هم بالتالي ابناء رسول الله. احنا نخليهم بالمقدمه بكل شيء. هسه خلينا باصدقائك مال الجيش. يعني اصدقائي انتم كنتوا بالجيش سوا، يعني اذا من الغربيه واذا من الجنوب ماكو مسيح من المسيح يزيدين هم موجودين من الموصل. نعم صحيح. هناك مسيح. نعم كانوا اكو اسماء مسيح واسماء. ذاك لهم خابروني قالوا لي شو اسمه هذا المسيح من البصره، هو صالح مهدي صبار وياد بالقلم. نعم. قال لي احنا متراهنين. قلت له يابا، قال هسه هو ابو عباس تلقي حافظه. قلت له الفريد سلامي عليه اذا عنده اولاد اذا اخوان. مسيحي من البصره بس هو من اصول موصل، بما انه ابوه شركه النفط تشتغل كان. نعم. فبعد اصبح من ما ظهر عليه انه مسيحي، كانه اخ لنا. الشباب المفقودين اللي بذاكرتك ابو عباس من جصان لو من والله اعتقد من جصان، يعني من جصان هو ينفقدوا هسه من اقاربي يعني نذكرهم اليوم هم ليله الجمعه والفاتحه لروحهم. هسه اللي اسولفك عن اقاربي عدنان محمد محمود مراح ابن خال امي، ابو خال امي، اخو طالب، اخو طالبي. نعم الله يرحمه. ابو حسوني علاوي عريبي داوود. نعم. ام خالة امي. ذولا اقاربي. سليم عبود هويشم ابن عمتي. نعم. عطا صبري محمد الذبيح ابن خالتنا. ذولا العايدين الي. نعم. اضافه الى ابن عمتي هذا ببغداد. ذولا العايدين الي، ومن غير مثل خضير. هواي قدمت شهداء ومفقودين جصان. نعم. هو المفقود ماكو مفقود، المفقود بر الحرام. وانا اعطيك واغلب انت مو قلت المفقودين. اكو بالتنومه بالبصره فالتله. تلقي بطل ومقلوب. ايش كاتب عليها من ضمن تضليل الناس؟ مقبره الغزاة بالتنومه. هسه ما ادري بعد المسحات صارت قصور، انا ما ادري، نسولف احنا على التاريخ الثمانينات. مقبره الغزاة هذه ضربه كيماويه. فقشتهم الشفرات ونقلتهم الهندسه وقاموا اللي عنده اسم يخلوه بالبطل ويقلبون البطل اسمه حتى لا يدخل مي للبطل. يعني بورقه بورقه اسمه مقبره الغزاة. وشنو مقبره الغزاة؟ وذول الايرانيين ذول الغزونا واحنا يعني هم ربعنا؟ هم اغلبهم ربعنا، اغلبهم تفتح هذا بس ما حد يوصل لهم. هذه يعني كانت ضربه كيميائيه اعتقد مال الفرقه التاسعه، طاحت بها الفرقه التاسعه. ومن يا ما خادم الحسين حياكم الله، تحياتنا وتقديرنا للخادم الحسين. طبعا قبل فتره احنا نشرنا له من بيت حمودي حسن، هو حسب طلبه هو كان. منو؟ نعم. وبيت فرد وغير. يعني هسه المفقودين من جصان وقدمت هواي مفقودين الشهداء. جصان. نعم. خضير محمود اعتقد وجبير محمود، لا واحد منهم. واحد حافظ محسن ابو دهن. يعني شعدد لك هذا الراد يعني هواي قدمت طالب يعني. دوشي. احنا قلنا نظل على جبل جبل شمران. مرات يطلعون لقطات بالتلفزيون وهاي يقول بعد لحد الان اكو موجودين اسره موجودين بايران. والله يقال بس انا ما ادري هاي. اهلا وسهلا. الله بالخير. لا ابو حسن. لا مرحبا. انا اسمع ما بالتكتك اسمع بالتكتك يقال انه الايراني. ما اعتقد هسه الايرانيين من ردوا الاسرى. اعتقد والله اكو بيهم معقوله. يعني مثلا اكو بعض الاسرى اللي خالي الغرض محتفظه به الجمهوريه الاسلاميه. انا اعتبرها فد نوع من الكذب. ما اعرف يعني نوع زين. مو جاي اعطيك شغله مو مقنعه يعني. انا اعرف جزء بيهم عقلهم. اعرف ضابط امن ما نذكر اسماء. ضابط امن معروف على مستوى مثل الكوت. بعد احنا اعلامنا حر صار. نعم. مو ورجع وخلف خلفه وخلفته وصله. فما اعتقد بعد يخفون جندي مكلف
ها ذكرت ان هواي شهداء شفت ببرادات وشغلات. هاي البرادات هاي هسه احنا تريد الجصان واحده من الحوادث احنا في يوم اكو لقطه يمكن انا وياك فتنا من ورا مدرسه البنات ما ادري شفت برادات مال الله يرزق الناس مال سيارات يعني برادات على النقطه. فاجت بذهني البرادات كانت توقف هنا يشيل الجثث، هي تخلي الجثث. هذول اغلبهم مجهولين واغلبهم عناوينهم خطا واغلبهم وحداتهم تفلشت فظلوا. هذول وين يودوهم؟ هاي تظل تبقى هي اكو فتره وبعدين ما ادري هم يسوون مقبره جماعيه فراس التريلا ما هو بس ظل مشغلين التبريد عليهم ذني متروسات. عراقيين طبعا عراقيين ايران يجيبوا ومن ضمنها اسولف لك قبل مو كان قرص وزنجيل مو اكو ناس انا من الناس ما تحمل خرص بس انا قلت انا حتى داردموت هي كل وحده تعرفني حتى داردموت بس هو كان قرص هي قرص واكو ناس معلومات كامله واكو مرات ينخلع القرص منك اي واسولف لك على هي ما تقول الشهداء والبرادات جان جمع مره مدري لما رحت زرت واحد قلت لي وشفت هيك حادثه يعني مال المرحوم كاظم حنيو. مرة انا جبتها يعني وصلت بيها على كل صارت مخاطر من مرة المرحوم ما بدي ما احنا مو هي غصبا علي بذاك الوقت وبهالوقت هم خلي تجمع الشهداء بالزبير. وبالمناسبه هم كنت اروح العم ما نذكر نقول يمنا هنا عم اولاد غدير ما لنا اعتبرنا هنا ها للزبير. فالمرحوم كاظم حنيو شهر السابع كاظم حنيو وجصاني كاظم حنيو عام حمزه من زيبله بيت بسبيحه عم حمزه عمه ذكرته قبل شوي الى ان توفى ابو حمزه من تلقاني بوسني منا قال لي كان وين رحنا بايام الفاو ها نسولف قصته؟ اي سولف قصته نسولف قصه نرجع البرادات والجثث يعني اي فبراد الجثث على كل انا انقلت جثته في ايام الفاو احنا بالفاو ومعارك هواي لما ما قلت للامر والله العظيم ما قلت للامر على كل رحت بس قلت انا بالفوج بعد رحت للواء مقدم اللواء سلامي على علي شهاد الاماره مقدم اللواء الانسان الشريف عاوننا على هواي مصايب علي شهاد الاماره شيخ طبعا واللي يسمعنا على هذا يتواصل وياي يقول له لك سلام من جصران بالذات علي شهاد لان يعني الطيب يذكر الطيب هو لو ما طيب ما نذكره. علي شهاد الاماره طيب وبكتب مقدم اللواء. فعلى كل قال لي غني روح اخليه المال جمع الشهداء بالزبير اخليه وخلص الفاتحه وارجع. امر الوحده سوى عليه برقيه لان تو جاي الوحده وما يعرف. غني حمود ترك الموضع الدفاعي والله العظيم واتجه الى جهه مجهوله غير جهه العدو. رجعت ما بس لي لبتت قلت حتى لا يقولون طمعا على كل بعد عزيته وجيت وسولفتهم القصه مالته هي قصه كاظم طويله سولف قصه كاظم. فمن رحت على الجثث جيت لقيت 5 برادات بمدخل الزبير وكل العراقيين يعرفون لان هي مال فيلقين هنا تجمع. فبعد من الاستعلامات رحت الاستعلامات قال لي شو اسمه قلت له شيء جابه كاظم حنيو قال حافله رقم 4 يعني شوف لقيت يعني حتى قماش ابيض شلون تشفن مشفيني على كل. بعد جبت انا الطريق كله والله العظيم على الشرجي عشيت السايق لان هي سالفه طويله عشيت السايق وقال لي هو شو قلت له هذا احنا اكثر من الخوان اكثر الخوان احنا من منطقه واحده ومواليد واحده واكثر من الخوان. قال لي وين متاثر علي؟ قلت له انا مو بس متاثر ما ادري شلون راح اوصل يم هلا شلون. على كل القي لك البرادات والاخير احنا قلنا البرادات تنقل هسه موطه وتنقل هاي قضايا ماكو خضره ما خضره من المفقودين راضي محمد بديوي راضي محمد بديوي قلت لك صغير محمود جبير محمود حافظ محسن ابو دهن طالب دوشي المفقودين كل من تبعدلوش خلينا نجزم كل من ما جابوا جثمانه كل من
ما جابوا جثمانه. كل مفقود هو ميت يعني. هي هاي احنا نعرف هاي الشغله، كل من ما جابوا جثمانه يحطوهم بامل ولا يقولوا لهم الايرانيين ما يطوا، ظل برضو الحرام، لان الاخلاء كان صعب، وخاصه من كنا بالاراضي الجمهوريه الاسلاميه لان بعيده، وخاصه مع المحمره وغيرها قطعه والجسر، هو بعد من يخليك انت ومعركه مال الفاو وما فاو. هي معارك خاسره، معارك اشبه ما ادري ايش خادم الحسين يقول 8000 اسير توفوا ودفنوا في مقبره في ايران، مقبره خاصه للجيش العراقي. 8000 ماكو شيء. هسه احنا عندنا من يقول عندنا 11000 اسير بايران يعني. ماكو شيء، لا ما قلنا ماكو شيء، ماكو. احنا ترى ماكو شيء مضمون. نعم. من ضمن المتوفوا بايران رشيد حميد عبوسي، اخو عقيد عباس، سلامي على عقيد عباس. نعم. فكل الدنيا درت، ما اعتقد ماكو انسان تاثر وياه ربعه ومو ماكو انسان تاثر. يعني انا ساعدت ما وياه واحد يعرفه يعني. هسه انا اعدد لك اسماء المسيحيين اللي وياي مو فماكو ترى جندي مثل مال دفنوا بارض. هاي ما هي هذا اعلام مضلل، هذا ماكو 11000 وش يسوون بيهم خليل؟ لا عاد الاسرى قد ليش مو جت رفات يعني من انتهت الحرب. هسه احنا نعلق على هذا، مو احنا صار مو برنامجنا مو متسلل بس، احنا صار الحكي اخذ ورد. مو هو ورد يعني. احنا في يوم من الايام شوف صدام قاموا الصليب الاحمر يقول معلومات تقريبا هي ماكو 11000 ماكو 11000 لا عاد الاسرى قد 11000 ماكو 11000 ماكو يعني هسه بعد ماكو مفقودين ابو عباس. ماكو مفقودين هم كلهم اندفنوا بالسواتر برض الحرام. احنا شفنا ضرب كيميائي، اكو معارك صعبه. اكو معارك صعبه يعني. رجال طببنا بمآزق صدام طببنا، عبر الناس الخليج يبني واحنا نحارب. والله مجرد عودي يعني يعطون فلوس، يعطون لها لبرازيل على مود باعتبار البوابه الشرقيه. يا بوابه الشرقيه هي يسموها البوابه الشرقيه تايمه. هسه انا ما اعرف في ايران ايش مسويته شنو. هسه البوابه الشرقيه عمي خليه يسمع من يسمع. هسه البوابه الشرقيه تقدر تعرفها. البوابه الشرقيه من الشمال تنتهي للرمال الجنوبيه، كما يطبوا الايرانيين ما ياخذوهم يفكون الباب مقفوله. هسه شو شغفلها بسواتر والغام واسلاك. هسه اخويا الحدود مو مفتوحه. هي ساق لك هي البوابه الشرقيه بدون فيزا. هي هسه البوابه كم كيلو طولها؟ هي البوابه 50 بها البوابه. واحنا اللي ذبونا، هم يعمرون ويبنون عماير، واحنا ذبونا واحنا نقاتل على الخالي بلاش. تركنا عوائلنا، تركنا بيوتنا، شباب يا ابو شباب، تركنا اطفالنا. انا من الناس راح لي اخوي يسوى الدنيا وما بيها، وراح اعدام، راح مو هم ولحد الان هم خاف يقدمون هم السفد، ولحد الان قطعه ارض بجسران مطوا مريد هم مريد لانه فهاي البوابه الشرقية هي بهالحجه ترسلنا الحدود الغام لحد هسه جايت الناس تعاني. ذاك اليوم يجي قبل هاي السنين اللي راحت مال عيد نوروز ماكو يروحون خطيه، يجون شباب يتونسون بزرباطيه ما يندلون مكانات، يصعدون بغير مكانات، كل ساعه واحد طاق عليه لغم وميت. ذولا رعاة الاغنام 3/4 لا ايدين ولا رجلين. تشوف هسه تعال وحشي يعني شنو القبض شنو يعني شنو البوابه الشرقيه طارت هذا التضليل والاعلام. انا ما اعرف والله اللي يمدح به يعني شيء والاعلام يعني هو ظالم. هسه ظالم يعني. هسه مو ظالم يعني انت ويا توب، بس انت ويا توب. انتوا جيل. اسال لك واحد خادم بلواء مشات، شنو هالاصرار؟ ابن عمك ابن خالك جيرانك، حلفه باللي انت تقنع به، حلفه قل له شلون كنت وضعيتكم بالجيش؟ لا واحد يسولفكم كان بالصواريخ ببغداد ما شايف الجبهه، يودوه شهر يقوم يبكي مثل المراه. لا يسولفكم ويقول لكم احنا وهيك، لا خلي يسولف لك هذا اللي سكن بالساتر 8 سنوات واللواء جلده على عظمه، حتى دم بعد ما صار فينا. هالكذب على الزمن الجميل. يا زمن الجميل، لا زمن التجميل. معمل مال اطراف مال رجلين، معمل مال اطراف مال رجلين، معمل مال ايدين. هذا التجميل، مو شيل الجميل حط لها تاء. قل له هذا يقول غنحون مجلسان يقول معمل التجميل مو الجميل. هسه احنا ما نريد نحكم هاي الحكومه، ما نحمد لهاي الحكومه ابدا، ما نحمدها
وحتى من ضمنها لا نحمدها. احنا ناس، انا رجل متقاعد بس نحكي ما بالتاريخ وما شفناه وما لمسناه. مع زمن جميل يوم شارد يقصون اذنك. شنو هو الله يقطعون عليكم الكهرباء. لا تقوم ابو عباس انك مايك يمك. طفيه ابو عباس الموبايل. مين طفيه؟ ما اعرف ما ادري. طبعا جايب ابو عباس عنده موبايل لا يعرف يطفي. عباس فيصل لا يعرف شو اسمه، ما اعرف يعني، ما اعرف والله ما لا مو جاو لك مايك ابو عباس، مو لك مايك يمك. عباس فيصل هو ترى يريد يروح لهذا. دقيقه بس روح احكي يعرف شو يعني. نعم اخواني الاعزاء، مستمرين لدقائق قليله مع ابو عباس. طبعا مواضيع متفرقه منوعه حسب اللي يتذكره هو يعني عن الحرب العراقيه الايرانيه، من مآسي، من ظلم، من تجي. نعم اخواني الاعزاء، ان شاء الله لحظات وننهي البث وياكم. طبعا حلقه استثنائيه. هلا طبعا احنا مثل ما تعرفون كنا على اساس نروح للبساتين غاديه مقنطره الصخر، لكن مع الاسف الجو كلش تراب وهواء عالي، فلقينا القهوه مفتوحه. هي القهوه هي اداره حسن عريبي الله يحفظه وجماعته، هم موكب هم قهوه، هي قهوه مجانيه سقف جذوع. هذا البوستر مالنا مال جصان تبرع به الاخ العزيز تامر جلال الله يحفظه، تحياتنا له. فبعد ما قدرنا نروح نصور بنهر الفوق يم قنطره الصخر، لان شنو تراب، هواء عالي وتراب، وسبحان الله حتى الجو صار اصفر. نعم ابو عباس، نختم وياك بدقيقه واحده ابو عباس ان شاء الله. نختم وياك بدقيقه واحده ابو عباس بخصوص ان شاء الله تكون اذا بالكد. لو تختم اذا تريد بعد كمل بعد. كيفك انت اذا عندك معلومات يعني يا ريت تزودنا بها عن الحرب العراقيه الايرانيه. نعم. فاهتموا يحب يشاركنا بمواضيعه بطروحاته باراءه الكبار بالعمر بذكرياتهم. لان هي الحرب العراقيه 8 سنوات. نعم. هي ما انتهت. ايش قد راحوا بها؟ عندنا شهداء ابو عباس. يعني احنا فوجنا يمكن 3 مرات يتجدد. لا مو فوجكم يعني ككل اجمالي. يعني الخمسينات انتهت. الخمسينات هسه احنا مو هسه لو اعدد لك الخمسينات من جصان، مو مجصان يعني على مستوى العراق. مو احنا يعني جصان اعتبار قريه بالنسبه للعراق، جصان قريه. نعم. فتقيس نسبه جصان وقيس بعد ايش قد. يعني من كل بيت، واحنا عددنا مال عجزنا السيد محسين ولا بيت ما راحوا منا 2. نعم. مو هوايه والله. فتقيس فمن يعني نقول نقدر اكثر من 100,000 شهيد. 100 شنو؟ العراق يعني 100 شنو؟ 100 شنو؟ على مستوى العراق يعني. لا 100 شنو؟ هي الفاو اكلت 50 لو 55 احصائيتهم. الفاو بس الفاو. هاي شنو؟ والله الفاو، لان هي شنو هي الفاو؟ اي معركه الفاو معركه مال، يعني حتى المجنون ما يقنع بها، انسان الساذج ما يقنع بها. سولف لنا علي هذا. الفاو هو قضاء الفاو، قضاء تابع للبصره. اي اعتبار شارع، الشارع هذا من اطراف الشارع واشبه بالشويكه. ارض ما يعمل بها الدرع. ما يعمل بها الدرع، ما تعمل بها فقط القوات المشاة. وشنو الدرع ما يطب بها؟ ما يطب، ينام. شفل ينام. يعني القاع مالتها. اي هم الايرانيين خططوا او منطقه اوحال، خططوا اكثر مكان قالوا يتضرر به الجيش العراقي ونحمي قطاعاتنا هو الفاو. هي الفاو يعني هي الفاو مالتنا اخذوها هم. ونوب احنا رجعنا بعد شو هلا بعد هم ضربوا. يعني هو قالوا 55,000 لو 50,000 شهيد ما ادري. على كل هو الاحصائيه مالتهم. احنا لو انا من كل سريه 120، كل سريه ضربت 15 من ال 120.
6 سرايا اي يلا سحبونا 11 شهر ما الا الوحده تصفر إيه. يلا يسحبوها الا تصفر. معك تلفون قلت لك لا المجنون يقنع بيها ولا اي انسان يقنع بيها. معك تلفون شارع تبليط ومسطره الوحدات اي متقطره وحده ذولاخ طب تلطم وترجع طب تلطم. ها الايرانيين مدفعيتهم إيه. راجماتهم ها نعم مشاتهم وين دخل؟ هاي الاوحال اي الدبابه بس تنزل من التبليط تنام القاع مالته هشه يعني من اشبه بالشوايه كان اي تنام. يجي من يجرح الشفال ينام. نعم قاموا يودون قدام الدبابه اي جنود يحموها شايلين قاذفات يحموها من لان ذولاك يجوها مشاتهم شايلين قاذفات يحرقوها. اي ها فهذول الجنود قاموا قدام الدبابه هم يشرد يقول لك هذا ما يعني احنا انا ليله وليله اصعد ليله انا اصعد نعم نعبر موقف إيه. ليله انا دبر موقف علي انا وصاحبي إيه. ليله اصعد انا طبعا من الدير اروح للفاو مرات يعني تاكسيات على كل اوصل كل وسيله عشاء ماكو اي اروح قبل هالوقت اروح ورا الغداء بشويه ورا اظل الصبح الصبح التواقف ترابه والله العظيم شنو هالعذاب مش هذا؟ عذاب. ما يضربون لان ماكو مواضع اي يضربون انفلاق اي وين تختل وحق هذا اليوم فاليوم تدري اكو بوري اي طبعا تموز اسولف لك البوري اكو احنا شفنا لقطات انت لو كلها اذكرها لك تقول عشان انت ايش بيك ليش بقى وين تشرد بوري اي لان قلت لك انفلاق وين نسوي؟ قلت خل ادخل بالبوري بوري مذبوب برا الانفلاق يسوي اناره لا يفتح عليك ينفجر فوق القذيفه وتجيك بيك بعد هيك مثل العنقود يشظى ومن فوق وين تختل بعد؟ اي اي فاطب البوري لان تموز اي ومطشري لك مي مثل هذا اي والله العظيم يصير شاي كان يمكن اسمه الفرات طاله درازن هو هاي دول الخليج توديهم كيف هاي درازن بس من يقدر يشربها يذب عومك على كل. انا طب البوري من تضرب الشظيه بالبوري اظل ربع ساعه ما اسمع اظل اسوي اذني رنين إيه رنين شظيه تضرب الحديد تضرب حديد هو من هذا الدكتاين إيه. هذا مال هذا ارامكو لا مو هو برا مذبوب بوريات اي هم شغلوا الماء علينا على إيه. على القطاعات حتى بعد الرطب لا دبابه ولا هم يرادوا يغرقون القاع على مود بعد بس المشات نعم. المشات خلصت 120 لواء خلصوها الماء مصه والزخم مال الجيش والاعلام يطلع وش إيه. المحارب انا نسمع لا الرتلي الشمالي والرتلي الجنوبي لو تعلت الرتلي الشمالي قال هذا انتم المهنيين انتم حسن مو جانا استلم برقيات وجيب برقيات قال لا انتم بعد باكر شغل انتم السواق والكتبه والهذا الايرانيين بعد بيتنا مقنبصين يا زهراء مطي كرك تعال شد المي الجنود شلون والله العظيم نايم على وجهها ويسد قلت هسه عم احنا مو مخابيل ها وهذا القنص بعد هي قريبين صحيح قريب ابو الشفر قام ما يروح سواق الشفرات اسولف لك قاموا شو يصعدون اكو ضباط مجندين اللي خدموا عندنا مجندين محسن بس ذولاك بالهندسه لابس بدله سوداء شنو اعرفهم ضابط لابس بدله سوداء لانها ما يقدر خطه يشرد انا بهاي عيني اشوفها عود يروح شو يسد قلت لهم هسه شوف يريد يسدون الماء اي شو يسد شوفوا شو يسد وما ينزل شوفوا قلت لهم هاي ذولاكم الايرانيين اقول لك ذولاك مضرب التنوير ذولاكم قاعد بكابل القاذفه ها وهاي الناس كلها خاتها شاف الجراديه ها يروح قلت لهم هسه يجيبوا بالكيل هسه يجيبوا هذا الضابط والله العظيم بنهايه المطاف منو طلع خسران ابو بهاي الحرب هذه؟ بعد انتهت الحرب العراقيه 8/8 نعم اجوا اليو ان 88 اي الامم المتحده جايبين اعلامهم وسيارتهم مثل ما سياره عباس يو ان يابا قالوا انتهت احنا كيفنا وفرشنا فراشاتنا برا المواضع بعد انتهت الحرب قالوا بعد نرسم الحدود انا من سولفك شايف يعني الحدود مو مرسومه سابقا لا بعد هي بعد خربطه سواتي لا يردون يوقفون بين الطرفين
مو شرط مثل هذا الحرب. القوات مال الامم المتحده غير. اي اليو ان، هم ذول اليو ان الامم المتحده، فجايبين اعلام بيض. ها اجت امر يابا جيبوا غنايم، شيتوا. بعد هذا قام الامم المتحده انا شفته شيل تراب ويذبح على راسه، قام وتلف العلم وتلف والسيارات هواي مثل ما العباس فيصل بيض لاند كروزات شلون بيض، تلف الاعلام وتلها. قلت يا بعد اللي سويناه شنو؟ ها وراح الضحايا. احنا من فوجنا شكو قديم خطيه النوب على بنتات الحرب، فهاي نهايه الحرب. ونهايه الحرب النوب قام ابو هدله يودي اسمنت ويقول لك ظالين، قاموا يجيبون رفات من الاعلام. وانا هنا بعد رجعت للدائره وودوا مي مرات ما كانت هيك النقطه. يودون اسمنت ويجيبون الرفات مال اولادنا هو وقرصه. هاي انتهت الحرب. والا صدام والنوب صرح بعد يا اخي، صرح قال الايرانيين اوفياء احسن من الكويتيين. ليش؟ طب هاي النوب هاي قلت هذه ضربنا طلقه براسنا. قال ايرانيين اوفياء، انا سمعت قال اوفياء احسن من الكويتيين. ما قلت ابو الكويت وهذا، قلت ليش لحتى ليش وحسب قلبي ليش ورطتنا لحتى اذا بالتلفزيون ليش سويت طلع بالتلفزيون قال الايرانيين اوفياء، طلعوا اوفياء احسن من الكويتيين. قلت له حتى هاي المعاناه كل واحد. هي خصم الحكي هو بعد اجى الامام الخميني حكومه اسلاميه شيعيه هي صارت على اثرها، طردوا السفارات مال امريكا واسرائيل بالضبط وصارت هي حرب امريكيه بصرفه. شكرا جزيلا ابو عباس، نشوفك بخير ان شاء الله. ولو احنا اكو ناس يجوز اكثر مننا حافظه، بس احنا هي 8 سنوات و2 مال الكويت انا هم تخلي سنتين لان مطلوب انتداب ورجعت. هي قصص يراد لها كتبه، يراد مؤرخين، وهي بيها راح الضحايا، وهي بيها راح المظلومين، اكو مواقف قويه. اكو يعني انا قلت لك احنا بالقلم فد يوم وبعدين اسجل جاي فد يوم انا من اهل دياله صاحبي ربعنا نازلين وجايين وظالين. انا قلت له يابا الليله ترى يسوون انزال، فواحد برا ورمي هواي ما نسمع نزلوا مظلين الايران بالله وش يعرفوا يذبحوك، يعرفون انت من جصان من هذا. فقلت له انت برا وانا هنا. كانت هم عندنا بعض اقلام وطلايب الاقلام، واحد برا وواحد صدفه برقيه اجت على كل. انا كتابه من شنو توديه للامر للحركات. نعم للامر. والله العظيم اشوف السواده بالباب. هذا هو النجي هذا تشوفه، هاي هذا تشوفه هنا وين هنا على شوف السواده هنا. سواده طين. احنا مطينا قلوب، عندنا مولد. ايش وقت نكمل بريد؟ بس قلوب. بالتسعينات؟ لا بالثمانينات. مال الكويت؟ لا هي مال حرب مال صدام هاي. ارجع اشوف هذا دم. اشوف صاحبي والله العظيم هذا منسوب. شايف السمكه؟ انفلاق ضاربته شظيه شاقه ظهره ميت وانا ما ادري. بالباب ميت ما ادري. ومن ضمنها في اليوم هم هاي هي بعد الله يرحمه هم يزيد شم وعبدال. انا هم قاعد انا ما اقعد بالتراب خوذه وقاعد قاعد والله العظيم. هذا الشق عرضه هالقد. هاي دار ما دار فوق يسموه تطهير. ورقه بي مثل الزباله كل فتره يطلعون يشتغلون بيه. رجع يشموا هنا قسما بالحسين من ليم علي الموت من هالقد. يعني لو مدنش هيجي لو ما اخذها هيك قاعد بيه هنا هاي. هذا شمو هالقد المسافه. هذا شمو قال غني انا ضايج انا يروح ويزيدي منك من شيخان ذولاك. انا اروح غادي ويا العصا تقولون انت شرطي، اجي هنا تقولون انت عصات. انا الشاخويه هو الشاخويه. قلت له شمو بغمض ذيك الالغام وتلف روحك وخلص من هالدنيا كلها. هاي الشاقويه هو يشاقون يعني. انا احب ذولا خطيه المسيح اليزيديه احب الشاقيه هم فقره. ما اسمع الا الهاون قطه بعدي. الهاون قطه بعدي هو فعلا يعني لو ما الخوذه بعد اللي وراه. مو هذا طلع قلت لك تراب ومحفور عالي بعدني ورا البريد طار. البريد ضباره طار. اكو بعد دار مدرسيم يكبر السيم اسمعهم والله العظيم يقول له بغاني حمود يصيحون.
هذا شمه هالطول صار البدله وذره صار. البدله مو بعتون غمد اي ما طلعت الشرايه ذي. يعني لو هيك لو مدنش هيك ماكو هي احنا لان والقد بس انا قلت لك قاعد على الصوره. فمواقف هو هاي موته من نيات. اي والله من نيات. شكرا جزيلا ابو عباس. هلا نشوفكم بخير ان شاء الله اخواني الاعزاء، ونلتقيكم بحلقات قادمه ان شاء الله. نستودعكم الله.